من المعروف أن لكل معارضة تمويلا، فهل تستطيعون أن تخبرونا ما هو تمويلكم وأنتم معارضة سورية كما تدعون في الخارج؟ تمويل مادي طبعا. هذا أولا. السؤال الثاني، لماذا لا تذهبون أو تسافرون إلى سوريا وتتظاهرون هناك مع هؤلاء الشبان أو ترسلون أبناءكم لمساندتهم؟ والسؤال الثالث، ماذا ستتبعون لتحرير الجولان بما أن أرض سوريا غالية عليكم؟ هذا ما لم نسمعه أبدا من المعارضة السورية كما تدعي نفسها. وعلى ما يبدو من أسئلتك أنك سوري، وهذا يسهل الإجابة بكل تأكيد. عندما يدفع المواطنون السوريون والشبان السوريون ثمن حياتهم ثمنا من أجل الحرية، ألا ترى أن بعض المعارضين إذا بيضحوا ببعض المال من أجل ثمن التذاكر أو ثمن الفنادق، هذه لا تستأهل من أجل قضية وطن؟ إنها أموال كبيرة. نحن نشكر الضيافة الروسية. هدفنا الرئيسي هو أن تساعدنا الحكومة الروسية. أما فيما يتعلق بالجولان فهذا كان الموضوع كان واضحا لدى كل أطراف المعارضة السورية بأنها هي تؤيد مبادرة السلام العربية التي انبثقت عن بيروت، وأعتقد أن النظام السوري نفسه من مؤيدي المبادرة. انتم ما بدنا شو العرب، بدنا انتم. صدقكم 73 ما عملتوا شيء يا عم. هيك حتعترفوا باسرائيل؟ بدنا نعترفوا باسرائيل ولا بدكم تعترفوا باسرائيل؟ هي بدنا نعرف اذا بتعترفوا باسرائيل ولا لا. اعترفوا وخلصوا يا اخي. ولا اعترفتوا وخلصتوا باسرائيل؟ بدك تعترف باسرائيل؟ المنظمة الإرهابية وهي الانتخابات تعترف بإسرائيل، بدهم يعترفوا بإسرائيل. رجاء الالتزام بالنظام. رجاء عدم الحديث بدون ميكروفون. Давайте вопрос и один отвечает. Все. طرح السؤال، هل ستعترفون بإسرائيل أم لا؟ طرح السؤال، أجيبوا عليه. انت الاخوان المسلمين الارهابي اللي عم تدعم الارهاب وعم ينقتلوا مواطنين سوريين، انتوا عم تدخلوا الاسلحه على سوريا، انتوا اللي عم تدعموا صفا عم يقولوا يقتل 100,000 مواطن سوري في حلب. Он террорист. Этот человек террорист. Он помогает убивать здесь в России, в Чечне, в Афганистане и в Сирии сейчас убивает люди. نحن لا نتجادل معكم، إما نواصل المؤتمر الصحفي أو ننهيه. بس يعني هي أمام الجمهور، يعني هي الطريقة النموذجية للحوار اللي بيطرحها النظام. كنت أتمنى يعني أن تنقل للحضور الكرام وجه سوريا الحضاري بالاستئذان من مدير الجلسة قبل الكلام، وأن تتكلم بأدب. موضوع إسرائيل أرجو أنك ما تزاود علينا فيه، لأنه معلمك بشار الأسد يزحف ويقبل الأيادي ويقبل الأرجل. بلا إهانات، أعمل معروف، احترم نفسك وبلا إهانات. بلا إهانات. أنت اللي بتخبل أخبار الشعب، أنت اللي بتخبل الزمن، أنت اللي بتخبل أخبار الشعب، أنت اللي بتخبل الزمن. أنت اللي عمرك يوم إسرائيل أنت عبيد لألون أنت. أنت اللي عمرك يوم إسرائيل أنت عبيد لألون أنت عبيد لإسرائيل. تفضل جاوبني، بدك تعترف بإسرائيل ولا لا؟ بدك تعترف بإسرائيل تحتل الأرض ولا لا؟ كلمة صريحة. معلمك القناة إسرائيل الثانية اعترف بإسرائيل. قضية إسرائيل والسلام مع إسرائيل. نحن في مؤتمر صحفي قضية إسرائيل والسلام مع إسرائيل قضية استراتيجية لا يبت بها حزب، لا تبت بها جماعة. مثل هذه القضية الاستراتيجية تعرض على استفتاء شعبي في سوريا، وما يقره الشعب نحن نقره. Что касается отношений с Израилем, это проблема, которая
Это проблема всего сирийского народа. Давайте поставим этот вопрос на референдум. И как народ скажет, так мы и поступим.